حبايبي طلاب الصف الثالث ثانوي، اهلا وسهلا بكم في الحلقه الثانيه او في الوحده الثانيه، وهنعمل ملخص للجرامر زي ما عملنا الوحده الاولى. وطبعا مستني منكم اي اسئله في الكومنتس. ان شاء الله ان شاء الله ما فيش حاجه صعبه. لو انت بتقول الانجليش صعب اقعد في البيت وما تذاكرش اصلا وحول من الثانويه بتاعتك. انما انا اساسي عندي الانجليش، هي لغه العصر بتاعي، وده لازم اكون فاهمها كويس. طيب الدرس بتاع النهارده مبني بنسبه 99% على الفهم بتاعك، 1% حفظ. عاوز تفهم هتفهم، عاوز تحفظ هتحفظ. الاثنين مش هتطلع النهارده لما تكون عاملهم فاهم وحافظ. طيب بالنسبه للدرس بتاعنا اسمه reported speech. يعني ايه reported speech؟ هو الكلام المنقول. يعني زي ما بنقول كده بالبلدي كده النميمه، بننقل كلام. بنعلمكم النميمه، ما فيش مشكله، قول زي ما تقول، ما عنديش مشكله. طيب الريبورتد سبيتش، بص انا هكتب لك جملتين وقول لي ايه الفرق ما بينهم. اقول لك احمد said I was in prep school. الجملة الثانية هي نفسها. أحمد said that he had been in prep school. الجملة دي هي نفس الجملة دي. أحمد بيتكلم وبيقول أنا كنت في إعدادي. تمام؟ طيب هنا حد نقل كلام أحمد، حد سمع وراح نقل الكلام، قال إن أحمد قال إن هو كان في البريب سكول. يعني الفكرة كلها إن أنا لما باجي أحول من الدايركت للإندايركت، الدايركت ده اللي هو الكلام المباشر. الكلام المباشر يعني إيه؟ يعني كلام من الشخص نفسه لحد قدامه. في حد سمعه او الحد اللي قدامه نقل الكلام، فانا لازم احول الصيغه كده. حط في دماغك دايما وانت بتقول الجمله، ترجم الجمله، مين اللي نقل ونقل قال ايه، ومين اللي بيقول اي. طب وهو مين اللي هيقول هي؟ يبقى دايما لما تيجي تسال نفسك في ريبورت سبيتش مين اللي نقل الكلام. طيب تعالى مع بعض كده في ريبورت سبيتش. اول حاجه الجمله دي اسمها introductory sentence. Sama said that her father worked in a secondary school. Okay? Mr. Omar said that he was traveling to Cairo the next day. طبعا احنا عندنا تحويلات كتيرة هناخدها دلوقتي. عندي أول حاجة لازم أخلي بالي منها في الجملة هي الانترودكتوري سنتنس، الجملة التقديمية. مين بيتكلم مع مين ويكون فيها فعل. عندي الأفعال دي كلمة told، كلمة reminded، كلمة persuaded، كلمة convinced، كلمة warned، warned، كلمة كل دول بيجي بعدهم الأوبجكت. يعني لما أجي أقول لك told ما أقولش told وأسكت، لازم أقول لك told أحمد، told محمد، told مصطفى. خلاص warned، warned مين؟ warned مصطفى، warned عمر. طيب الشخص اللي هيتحذر أو الشخص اللي هيتقال له الكلام ممكن ما أقولش اسمه، ممكن أقول الأوبجكت pronoun بتاعي زي كلمة me, him, her, it, you, us, them، وده اسمه object pronoun أو ضمير مفعول. طيب ندى reminded me that we had to get up early the day after. اوكي كلمة said، بس خلي بالك ان كلمة said من غير to ما يجيش بعدها object. كلمة admitted، كلمة shouted، كلمة remarked، كلمة reported، كلمة answered، كلمة replied، كلمة explained، كلمة complained، كلمة cried، كلمة whispered، كل الأفعال دي ما يجيش بعدها object. يعني لما أجي ألاقي نقط وراح حاطط لي بعدها كلمة me، ما استخدمش ولا فعل من دول، ولا استخدم said ولا admitted ولا كلمة shouted ولا remarked طالما بعدها كلمة إيه؟ me. طيب Yara said that her mother was very busy.
The worker complained that the weather had been too hot the day before. طيب يبقى أنا عندي كلمة complained جت بعدها على طول كلمة that. I want to buy a new tablet. said مين؟ رودينا. هنا الجملة دي دايركت، عرفتها منين؟ أولاً عندي الهايكتيشن أو السبيتش ماركس اللي هي علامات التنصيص بتاعتي اللي هما العلامتين دول موجودين. تاني حاجة الزمن بتاعي لسه ما اتحولش زي ما هو في البريزنت. تالت حاجة الاي موجودة في أول الجملة طبعا مش متحولة لأن رودينا هي اللي بتقول اي. طيب رودينا بقى حد هينقل كلامها هيقول ايه؟ رودينا قالت، رودينا said that. هي اللي نقل الكلام مش هيقول اي، هيقول عن رودينا يبقى شي دي ترجع لمين؟ لرودينا. want خلتها wanted عشان هي قالت في زمن في الماضي والكلام اتنقل. كلام اتنقل يعني معنى كده خلص، وهنقول الحالات اللي مش هنغير فيها الزمن. She wanted to buy a new tablet. اقدر استخدم الفعل said من غير that، يعني لين said she او said that she، الاثنين صح. عملت said that she اوكي، عملت said she اوكي. could help me. باسم explained that he had an important meeting. تعال نعمل تشيك على الجمل دي. رانيا me، يبقى في object هنا اللي هو المفعول. طالما في مفعول عندي يا ترى هقول said me دي ما تاخدش object. told me ينفع تاخد object. reminded تنفع تاخد object. يبقى عندي كلمة told و reminded الاثنين ياخدوا object، يبقى الإجابة بتاعتي B and C. طيب مستر أيمن not that مفيش object، يبقى أنا عاوز فعل مش محتاج object زي كلمة said وزي كلمة told لا محتاجة object. reminded محتاجة object، يبقى الوحيدة اللي تنفع كلمة said أو كلمة remarked. I not أحمد should call his mother. خلي بالك أنا لو فصلت الجملة دي كده مين اللي should call his mother؟ طبعا مين؟ أحمد. يبقى ده subject مش object، ده فاعل بتاع الجملة التانية. يبقى اللي محذوفة هنا كلمة إيه؟ كلمة that. كلمة إيه؟ يبقى I not that أحمد should call his mother، يبقى I said. برافو، لأن told هقول لك told أحمد that أحمد should call his mother أو that he should call his mother، أو reminded فلان. لين said I didn't، نفصل الجملة. I دي تنفع object؟ لا دي السبجكت بتاع الجملة الثانية. يبقى لين said I didn't need to help her. هنختار said ايه؟ that. أو أقدر أشيل that اللي هي no word، يبقى الإجابة بتاعتي A and C دي الإجابة الصح. طبعا لو اخترت that هتبقى mistake، لو اخترت no word هتبقى mistake، لأن أنا لازم أختار الاثنين طالما الاثنين موجودين، إن أنا أقدر أحط that أو أقدر أشيل that. طيب تعال نشوف التحويل بتاع الضمائر. كريم said my mother will give me a nice present. طيب nice present هنا ده الأوبجكت بتاع الجملة دي، ومي ده الفيرست اوبجكت ده السكند اوبجكت، والجمله دي اسمها دايركت سنتنس اللي هي جمله مباشره. عرفت منين؟ من السبيتش ماركس علامات التنصيص، والجمله لسه في الفيوتشر زي ما هي. طيب تعالى نحول مع بعض. اول حاجه كريم سيده تنزل زي ما هي، هشيل الهاي كوتيشن واحط مكانها كلمه ذات. ماي هتتحول لهز. ماي رجعت لمين؟ كريم هو اللي بيقول ماي ماذر، يبقى لما اللي هيجي ينقل الكلام هيقول ايه؟ his mother. will هنخليها would، دايما بنحول الزمن للأقدم منه. me برضو يقصد بيه مين؟ كريم، يبقى give me هتبقى give him a nice present. طيب مريم said my mother will give me a nice present. مريم مش كريم، دي بنت، يبقى my هتتحول لهير ومي هتتحول لهير. يبقى بنحول الضمير على حسب مين اللي بيتكلم وبيكلم مين. اللي هينقل الكلام مش هيقول انا ابدا ولا هيقول حاجتي ابدا، هو يقول حاجته او حاجتها. تمام؟ يبقى دي الضمائر بتاعتي. طيب تعالى نشوف التحويلات بتاعتي. I هتتحول لهي او she.
we هتتحول ل they. me هتتحول ل him أو her أو you أو me. us اللي هي الأوبجكت هتتحول ل them. my هتتحول ل his أو her أو your أو my. our هتتحول ل their أو our. تعالى هنا كلمة mine ملكية هتتحول ل his أو hers أو yours أو mine. ours هتتحول لكلمة theirs أو ours. you كسبجكت فاعل هتتحول ل I أو he أو she أو they أو we أو you أو أي ضمير فاعل. اليو كأوبجكت هتتحول لمي أو him أو her أو them أو us. your هتتحول لماي أو his أو her أو their أو our. yours هتتحول لماين أو his أو hers أو theirs أو ours أو yours. طيب تعال نشوف التحويلات دي. نهى that hers اللي ملكها، ولا هنقول ان هي كانت في جريد؟ فطبعا هنا هنعوز subject نهى اللي نقل الكلام قال ان she was in grade 3 secondary. I told أشرف أنا I told مين؟ أشرف. يبقى أنا كلمت أشرف أو أخبرت أشرف that house was الهاوس ده كان بتاعي أنا، يبقى ملكي was my house or mine. يبقى رجعت الملكية لمين؟ للI. I'd like to borrow your bike. هنحول الجملة دي أيمن said that he would like to borrow مالناش دعوة. your أيمن بيكلم مين؟ بيكلمك أنت، يبقى هنخليها إيه؟ I'd like to borrow your bike. أيمن said that he would like to borrow his bike أو her bike أو your bike. بس طبعا سوري أنا آسف، إن هو بيكلمني أنا، أيمن بيقول لي أنا، فهتبقى my bike. يبقى أيمن says that he would like to borrow my bike. اللي نقل الكلام الشخص اللي محتاج يسلف العجلة، اللي هو أيمن عاوز يستلف منه. فهو بيقول إن أيمن قال لي إن هو عايز يستلف العجلة بتاعتي. خلاص؟ طب أنا عرفت منين إن هو قال له هو؟ عشان ما قاليش said to مين ولا قال لي told مين. فكده هو بيكلمني مباشرة. The red book isn't yours. رودينا هنا بينادي على مين؟ رودينا. يبقى أحمد told رودينا the red book was yours دي يقصد بها مين؟ بتاعت رودينا. يبقى was إيه؟ hers حاجتها هي. We're leaving now. عمر said we're leaving then. مين we قلنا بتتحول لإيه؟ لthey. هتبقى they were leaving then. You refused to help me. Mom said that. ماما بتقول لك انت. خلاص you refused to help me يعني انت رفضت تساعدني. فماما قالت ان انت had refused to help ايه؟ her. that ايه؟ برافو. that I had refused to help her. يبقى ماما قالت ان انا رفضت الايه؟ المساعده بتاعتها. طيب نيجي بعد كده. احنا خلصنا اول جزء اللي هو البروناونز او الضمائر. يبقى احنا حولنا اول حاجه، ركز معايا ان انت اول حاجه اتكلمت فيها في الانتروداكتوري سنتنس هو الفعل الفيرب. الفعل ده يا اما said يا اما told، يا اما محتاج object يا اما مش محتاج object. خلاص عشان هنرجع للافعال دي تاني ايه اللي ما بيغيرش الازمنه اللي جوه. طيب دلوقتي هنشتغل على ايه؟ على الكلمات المحدده للزمن زي كلمه tomorrow دايما بنرجعها او بنحولها. These chairs will be moved here tomorrow. كلمه these دايما في الاندايركت بتتحول لكلمه those، وكلمه here بتتحول دايما ل there، وكلمه tomorrow بتتحول لكلمه ايه؟ the following. They. يبقى Noah said that those chairs would be moved there the following day. I haven't finished this report yet.
explained يوسف. خلي بالك ان كلمه this تتحول لذات وكلمه yet تتحول لكلمه by then. by ايه؟ by then. طيب ما تيجي نشوف التحويلات بتاعت الكلمات دي ونحفظها زي اسمنا. كلمه now بتتحول ل then او at that time. this تتحول ل that. these تتحول ل those. here تتحول ل there. ago تتحول ل before او earlier. last week the week before او the previous week. yesterday the day before or the previous day. tonight that night. today that day. yet by then. the day before yesterday 2 days before. the day after tomorrow in 2 days time. ركز في التحويلة دي جديدة عليك. next week the week after أو the following week. tomorrow بتتحول ل the day after أو the following day. طيب تعال نشوف مع بعض الجملة دي. I'm doing my homework now said علي. أنا عندي كلمة إيه؟ now اللي هتتحول تبقى then. يبقى now هتتحول تبقى إيه؟ then أو at that time. Last Monday Amira said she would visit us. today ولا tonight ولا the day before ولا the day after. خلي بالك أميرة said she would ده الماضي بتاع كلمة إيه؟ will. يعني كانت الجملة بتاعتي إيه؟ tomorrow هتتحول لإيه؟ the day after. She said that she hadn't called her uncle 2 weeks إيه؟ before أو earlier. يعني النطقين أو الكلمتين صح. Omar said that he didn't go very often. didn't go إيه؟ here دي direct. there indirect. here ملهاش علاقة أصلا بالمكان. there مفيش ملكية. يبقى الوحيدة هتبقى there. Omar said that he didn't come very often. Omar said that he didn't come here very often. خلي بالك go there come here. طيب عندي بعد كده الأزمنة دايما بنحول للزمن الأقدم طالما فعل القول بتاعي الانترودكتوري verb أو introductory sentence الفعل اللي فيها موجود في الماضي يبقى هحول الزمن للأقدم. يعني لو عندي الفعل play أو plays في البريزنت بحوله past simple. طب لو هو بس simple بحوله had be أو بخليه زي ما هو past simple. am is are بتتحول was were تتحول ل had been أو نخليها was were. have و has تتحول ل had تتحول ل had أو had. can أو will أو may تتحول can تتحول ل could will would may might. shall should أو would. must نخليها زي ما هي must أو نخليها had to أو would have to. needn't didn't have to أو wouldn't have to. شوف الأمثلة كده. he explained that he ate fish on Friday. مش هينفع نخليها eats ليه؟ عشان فعل القول بتاعي في زمن الماضي. he said that she was having lunch استخدمناها past continuous. رودي said زمن القول بتاعي في الماضي اخترنا الزمن الأقدم had done. باسم said that they had been living there for 5 years استخدمنا had been living الزمن الأقدم. هو الطبيعي كانت they have been living there for 5 years بس لما حولناها indirect خلناها had been living. he said that he had met his boss. I promised Layla that I would help her. promised Layla I will help her دي في الدايركت بتاعها لما حولناها indirect خلناها would help her. she said that he arrived أو had arrived. drivers must hold a driving license said Omar. خلي بالك دي direct. Omar said that drivers must hold driving license. خلي بالك ان ده رول law ما اقدرش اغيره فماست هتفضل زي ما هي must. يعني في حالة ان في law او rule انا بتكلم على قوانين دولة must هتفضل زي ما هي بدون تغيير. you must call the manager now علي. هنا انا بتكلم على necessity
على الضروره، طالما هي ضروره يبقى هحولها ل had to. آية told علي that he had to call the manager then. ما ننساش تحويل الكلمات الدالة على الزمن. I must return home next month said Tom. طبعا هنا بتتحول must ل would have to عشان دي النسيسيتي بتاعتي امتى؟ next month. فهنخليها Tom said that he would have to return. يعني هي كانت will have to او كلمة must بتعبر عن future فاستخدمنا would have to return. رامي promised me that he buy me a bike the following week. The following week في زمن ايه؟ future. هتبقى شاطر would. برافو عليك. I am exhausted said إيمان. إيمان said that she was exhausted. استخدمنا طبعا الماضي بتاع am خليناه was. We told him that we خلي بالك ان told لسه في زمن الماضي. We after school the day before. ماضي يبقى هجيب الأقدم يبقى had played. We told him that we had played after school the day before. I had lunch outdoors. My father said he lunch outdoors. هتبقى had أو had. ده صح ودي صح عشان كده الإجابة بتاعتها هتبقى A and B. طبعا لو موجودة واحدة بس هنختار واحدة بس منها. I must leave now. He said that he must leave. هل ده قانون استخدم must زي ما هو ولا necessity ضرورة؟ طالما ضرورة يبقى استخدم كلمة had to. I must leave tomorrow future هتتحول على طول ل would have to. I must leave now. He said that he must leave now. خلي بالك انا رجعت هنا للجمله بتاعت had to. هنا حولنا الزمن لايه؟ لذن. طالما حولت الكلمه الداله على الزمن يبقى كل ده في زمن ايه؟ الباست. حاجه حصلت وايه؟ وانتهت. هنا انا خليت must زي ما هي مش عشان رول ولا حاجه عشان كلمه now ما اتحولتش. يعني معنى كده ان انا بنقل الكلام في نفس الوقت يبقى عشان كده استخدمت كلمه must. I must leave tomorrow. He said كلمه ايه؟ tomorrow. يبقى انا عندي ايه؟ I must leave tomorrow. I will have to صح وmust صح. طالما الكلمه الداله على الزمن ما اتغيرتش خلي بالك في الاختيارات يبقى انا ما غيرتش الزمن بتاعي هتبقى will have to او must. خلي بالك من النوتس دي مهمه جدا. I had returned home by midday said أحمد. أحمد said that he had returned home by midday. مفيش حاجه اقدم من had returned فهخليها زي ما هي. كلمه would و could و might should would rather او had better كلهم هينزلوا زي ما هم في الدايركت والايه والاندايركت عشان دي افعال ناقصه مش هينفع اجيب الاقدم منها دلوقتي. if would rather I wish it's time خلاص كل الماضي البسيط يفضل زي ما هو بعد ما اجيبش الاقدم. يعني لما اجي اقول لك ايه it's time you went home said Uncle يحيى. Uncle يحيى told طارق that it was time he went home. يبقى انا غيرت it's time خليتها it was time انما he went home زي ما هي. حالات if تفضل زي ما هي. used to she said I used to get up late. She said that she used to get up late. كلمة used to ما فيش حاجة اسمها had used to. دي اسمها fact أو experiment أو general truth ما فيهاش تغيير يفضل الزمن زي ما هو. She said that water boils at 100 Celsius. طبعا كلمة boil زي ما هي present ليه عشان دي اسمها fact. Lake Nasser is the largest man-made lake. طبعا man-made lake man-made اللي هي مصنوعة بواسطة الإنسان حاجة not natural عكس الناتشرال خلاص. He said that Lake Nasser is أو was الاثنين ينفعوا في الحالة دي عشان بنعبر عن حقائق ممكن تتغير. is أو was ده أنا ممكن تطلع بحيرة تاني لأن man made ممكن حد تاني يعمل بحيرة أكبر منها. طيب 10 minutes ago آية said to me I will call you next Friday. جاب لي وقت قليل جدا يبقى الكلام منقول في نفس اليوم في نفس الزمن يبقى مش هغير الأزمنة هغير كل الضمائر مش هغير الأزمنة. 10 minutes ago آية told me that she will call me next Friday.
يبقى يو حولناها ميل، اي خليناها شي، ما عنديش مشكله. next خليناها زي ما هي، الزمن بتاعي خليته زي ما هي، غيرت الضمائر بس. a moment ago, a minute ago, a short time ago, just now, have just، كل ده ما يغيرش الزمن. a moment ago Arij said that they will go out soon، كل ده مش هنغير فيه الزمن. لو انا لقيت فعل القول بتاعي في زمن البريزنت برضه مش هغير الزمن. هنا وليد says to me my parents work hard، نفس الجمله، وليد tells me that his parents work hard. طيب عندي افعال تعبيرات الموافقه زي yes sure of course، كل دي بتتحذف عشان فعل القول زي كلمه agreed، approved، answered in affirmative etc. طبعا باقي الحاجه اللي بتاكد على yes و sure of course مش محتاجها تاني. يعني yes I have received your email said سما. سما agreed that she had received my email. طبعا هي وافقت فمش محتاج كلمه yes طالما فعل القول بيعبر عن الموافقه او عدم الموافقه. طيب ايه الافعال اللي عدم الموافقه؟ زي كلمه denied، disapproved، answered in negative، answered in affirmative. هنا وافقت بالايجاب، هنا وافقت بالرفض. هروح شايل على طول كلمه yes or no. تعال نحل مع بعض كده، يلا. عمر said a moment ago، اهو a moment ago يبقى مش هغير الزمن. he will، ما غيرتش الزمن. see the dentist امتى؟ هتبقى tomorrow، ما غيرتش الزمن. ليه اغير الكلمه الداله على الزمن؟ يبقى هنا a moment ago. احمد that he had eaten my baskets but I'm sure he did it. احمد يا اما وافق يا اما اكد يا اما اعترض او انكر او جاوب. وهنا بيقول لي انا متاكد ان هو عمل كده، يبقى هو الراجل ده عمل ايه؟ انكر، يبقى he denied. It's time we went home. He said it was time of day. خلي الباست سيمبل زي ما هم، هتبقى went home. As a child I used to like cartoons. He said that he، طبعا used to ما بتتغيرش، تبدأ زي ما هي used to. فين كلمة used to؟ اهي used to. Lions eat meat. Lions eat meat دي fact، حقيقة. هو احنا ممكن نلاقي lions بياكلوا جراس؟ لا طبعا، هم ما بياكلوش الا اللحوم. ف lions eat meat. She said that lions eat meat زي ما هي fact. Cairo is the largest city in Africa. He said that Cairo تنفع is وتنفع was. هنستخدم A and B. The largest city in Africa ممكن تطلع يضموا دولتين على بعض او يعملوا اي حاجه فيخلوا فيه دوله تانية اكبر، يعني دي fact بس في احتمال ان هي تتغير. I will call you tomorrow. 10 minutes ago I told Sammy that I will call him tomorrow. ليه خليتها will call زي ما هي؟ عشان كلمة 10 minutes ago. إسراء says، مش هغير الزمن، she is tired. اوكي، التعبيرات دي في الاندايركت بتدل على الماضي التام. The day before، the previous day، the last day، by then، before، كل ده بيدل على ايه؟ الباست بيرفكت. The old man said that he by then، يبقى هستخدم ايه؟ had be بس طبعا by then هي بديلة yet، عشان كده هنستخدم النيجاتيف كلمة hadn't traveled. The day after، the following day، the next day، كل ده بيدل على الفيوتشر، فهنقول نستخدم معاها كلمة would خلاص، أو was أو were plus ing، أو was were going to plus infinitive. Amir said that he the following Friday، يبقى was visiting، ولو في would visit هختارها، ولو في was going to visit كنت هختارها. ريهام said that الجزء ده اللي هو فيه كلمة then أو at that time اللي هو معناه present continuous، لما نيجي نحوله was were with verb ing هتبقى ريهام said that she was doing عشان كلمة then. طب لو كانت by then كنا هنختار ايه؟ hadn't PB، hadn't eaten، hadn't drunk، على حسب الجملة بتاعتي. طيب تعال نحل على الجزء ده في اللانجوج.
The shop assured me. أكد عليا that the freezer the next day. يبقى الزمن بتاعي كان future، هنستخدم would والverb infinitive. The freezer would be delivered. فين would be delivered؟ سوري أنا عملت دي غلط، هي دي الصح would be delivered، ما خدتش بالي من كلمة delivering. خلي بالك برضو وأنت بتقرأ would be delivered عشان خاطر would be والتصريف الثالث للفعل. طب ليه ما استخدمتش would deliver؟ عشان الفريزر مش هيسلم نفسه، هو هيتسلم، عشان كده احنا استخدمنا زمن الباسيف او الزمن بتاعي في الباسيف، عشان كده هو اللي هيحصل فيه الفعل. did us said ما تنفعش. said to told هي اللي تنفع. طيب ليه استخدمنا كلمة told us not to tell lies؟ عشان الجملة هي indirect. لو said to كانت الجملة بتاعتي تبقى direct. اوكي هنحل من 1 لحد 10 بس. ريم said that she challenged Heidi to a tennis match. كان الجملة indirect ما تنفعش في كان. shall كنا محتاجين should. will ما تنفعش عشان ما تنفعش في indirect وما فيش أي حاجة تدل إن الزمن مش متغير، فالوحيدة هتبقى في past كلمة could. She informed me that my friend Haytham a terrible accident while he was driving to North Sinai. هتبقى الجملة بتاعتي had a terrible accident while he was. طيب عندي النوع الثاني من reported speech reported commands and requests. طبعا هنا اللي هو الأمر والاقتراحات بنشتغل بأفعال تانية بصيغة تانية، يعني اللي بيبقى جوه الأقواس هو فعل أمر زي open the door، زي don't eat، يعني اللي جوه الأقواس ما بيبقاش فيه فاعل أو بيبقى فيه فاعل وفعل نصيحة زي مثلا you should she should، بيكون فيه نصيحة. طيب طالما ابتديت بفعل أمر الرابط بتاعي مش هيبقى that، يعني هنشيل الهاي كوتيشن أو هنشيل السبيتش ماركس ونحط to أو not to. احفظ to أو not to، يعني to أو إيه أو not to. يبقى الشخص المبلغ فعل الإبلاغ، بعد كده المخاطب بعد كده to أو not to، والفعل فين؟ في المصدر. يعني mom asked Lean to open the door. طيب أفعال الإبلاغ بقى كلمة إيه؟ told، asked، ordered، commanded، reminded، warned، advised، encouraged، instructed، invited، wanted، helped، told، expected، threatened. كل دول أفعال إيه؟ مخاطب. I told Sama to help her mother. يبقى هنا كانت أصل الجملة إيه؟ I said to Sama. نرجع الجملة لأصلها يلا. help your mom. يبقى ده أصل الإيه؟ أصل الجملة. Never play with match said my mother. My mother warned me not to play with match. طالما في negative هنستخدم كلمة not to. I told him to do. The officer ordered the soldiers not to. يبقى اللعبة كلها عندي في to أو not to. طبعا مع خلي بالك الاحتفاظ بتغيير الضمائر اللي احنا خدناها في الأول خالص، والاحتفاظ بتغيير كلمات الدالة على الزمن زي كلمة tomorrow زي كلمة yesterday على حسب برضو recommendation اللي بره او حسب الفعل اللي هو هيديني الاوردر. زي bring this book with you tomorrow said Miss ايه؟ منى. Miss منى asked me to bring this، حولناها لايه؟ لذات. with me اللي هي كانت you، يبقى حولنا الضماير اهو ما عنديش مشكله. tomorrow اتحولت لايه؟ the following day. يعني انا عندي كل حاجه بتتحول زي الستيتمنت زي الجمله الخبريه العاديه، بس الفرق الوحيد ان انا بربط ب to او not to. طب لو جاب لك في الامتحان to ولا not to ولا to not، يبقى to صح not to صح. كلمه to not استحاله تشتغل بيها. Lean asked me my money. يبقى انا محتاج يا اما to waste يا اما not to waste. لو لين دي شطانه هتقول لك to waste، لو هي بني ادمه كويسه هتنصحك وتقول لك not to waste.
Lynn asked me good use of my money. يبقى to make good use of my money. My mother asked آية the phone. يبقى asked اللي هي طلبت من آية تبقى to answer the phone. The head teacher told us. أنا جاوبتها. أوكي. told إيه؟ told هيجي بعدها على طول الأوبجكت. Put away your toys حمزة. يبقى مام بتكلم مين؟ حمزة. بتقول له مام told حمزة to put away. مين اللي يور ده؟ اللي هو حمزة. اللي هي حمزة toys أو his toys. هتبقى his toys. Send the mail now. He asked me to send the mail then. فين كلمة then؟ خلي بالك من الفرق ما بين كلمة then و then. خلي بالك من الحاجات دي. You should study hard ملك said مستر حسن. تبقى مستر حسن advised أو told ملك to study hard. If I were you I'd get better. I get up early said آية. آية advised me to get up early. Can you lend me. خلي بالك من دي قوي. Can you lend me some money عمر said مصطفى. مصطفى asked أو wanted عمر to lend him some money. What about going to the cinema؟ وده suggestion أو recommendation. دعاء suggest أو recommended. Going يبقى كلمة suggest وكلمة recommend يجي بعدها الفيرب ing ولو في فعل نحط الفيرب infinitive. طيب كلمة suggest كلمة recommend كلمة ask insist advise it's vital essential crucial necessary important كل الحاجات دي يجي بعدها should والفيرب infinitive. أحمد suggested أو advised that شايف that سما should take. عشان كده شلنا كلمة should وخلينا take. أحمد suggested أو advised that سما should take a rest. أو أحمد suggested taking a rest. بس لو أنا قلت taking a rest مين اللي هياخد الريست؟ سما ولا أحمد؟ يبقى أنا بتكلم على حد تاني. يبقى لازم أحط الصيغة دي سما والverb infinitive. It's important that عمر see a doctor. It's essential that he is ولا be؟ أنا حطيت be عشان هي المختصرة لكلمة should be وأنا هنا شلت كلمة should. come here دايما تتحول ل go there. حليناها فوق في الجزء بتاع الستيتمنت. Mom asked Emma to go there. come here تتحول ل go there. I suggest that she فاعل يبقى احط يا اما should attend يا اما attend. عندي should attend ما عنديش يبقى استخدم كلمه attend. طب ينفع يا مستر احط كلمه to attend؟ لا. It's important that he فين؟ هنستخدم is ولا was ولا be؟ شاطر هنستخدم be. عمر asked ندى helped her mother. هنا طالما asked اللي هي طلبت من ندى يا اما هنستخدم if يا اما هنستخدم whether. if ندى helped her mother أو whether ندى helped her mother. طبعا ده في حاجة اسمها ال question وده النوع الثالث من ال reported speech. It's essential that he work hard. ولا هنستخدم كلمة worked hard؟ لا ما ينفعش worked hard. هنستخدم work hard أو should work hard. أوكي؟ طيب يبقى ده النوع الثالث عندي من ال recommendation. أو احنا عاوزين بقى شويه نشتغل شويه rewrite. دول اللي موجودين في الستودنت بوك. I'm studying English now. She said. تعالى نحل مع بعض يلا. هو عاوز يحول she said. هنبدأ بيها الجملة. she said. واحد ناصح شويتين ثلاثة كده يحط she said ويحط نفس الجملة. لا هو حاطط لك نقط عشان تكمل الجملة صح بتاعتك تحولها. she said that I اللي يقصد بها مين؟ she. الاي دايما ترجع للسبجكت. الام هنحولها للباست was studying ماليش دعوه بيها. English ماليش دعوه بيها. now هتتحول تبقى then او at that time. We live in Cairo. They said to me. عاوز نستخدم they told هتبقى they told me. ممكن احط that ممكن اشيل that وتتحول ل they. live هتبقى
lived in Cairo. وينفع نستخدم they live in Cairo على اساس ان هي fact، بس هو بيتكلم على حاجه اتنقلت وخلصت. I will call you tomorrow. He promised to call me tomorrow. عاوز تخليها جملة كاملة تبقى he promised me that he would call me the following day. سوري، أنا tomorrow لازم أحولها لكلمة إيه؟ the following day. أوكي. Don't be late ده أمر. My mother said to me. هنقول my mother ordered me أو my mother told me على حسب ما هو مديني. هتبقى my mother told me not to be late. We can finish this project today. استخدم they said. هتبقى they said that they could. with this هتتحول that project today هتتحول ل that day. وهي دي لعبة الدايركت والاندايركت. ممكن يجيب له جملة اندايركت ويقول لي حولها لايه؟ لدايركت. طيب هنا احنا خلصنا يونت 2 جرامر. يونت 2 جرامر. طبعا في نوتس كتير قوي، في حاجات كتير قوي هنشتغلها مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله مش هسيبكم الا لو قفلنا المادة، وزي ما بتقولوا كده انا هفضل في ظهركم لحد لما تزهق. اوكي؟ from zero to hero هنفضل مع بعض. لو انت محتاج اي حاجة في الكلمات، محتاج اي حاجة في الاسئلة، في سؤال مش واضح، طبعا اسئلة المعاصر حتى الان انا شايفها من افضل الاسئلة الموجودة. خلاص طبعا في اللي بيستخدم كتاب جيم، بيستخدم كتاب ماي فريند، ايا كان اسم الكتاب اللي بيستخدمه. لو في سؤال معين ممكن تسيبه لي في الكومنتس، وانا ممكن اجمع فيديو لكل الكويستشنز بتاعتكم، كل الاسئله بتاعتكم، ونعملها فيديو لوحدها. طبعا انتظروا ان شاء الله. ان شاء الله هنعمل مراجعه على يونت 1 ويونت 2، حل اسئله فوكاب وحل اسئله جرامر. اشوفكم على خير ان شاء الله في الوحده الثالثه، واستنوا الوحده الثالثه قريب جدا. يلا مع السلامه.